الأولى في هذا الموسم يبدأ بشكل أساسي لوكاس فاسكيز، فيرلاندي متألق أيضا في الفترة الماضية، راؤول أسينسيو، لوكا مودريتش، إبراهيم دياز، شواميني، كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور ورودريغو. بينما سانشيز مايكل في الجانب الآخر يبدأ بباولو غازانيغا الحارس الأرجنتيني، دالي بليند، دافيد لوبيز، كريتشي، ميغيل غوتوريز، أرنو مارتينيز، أوريول روميو، دوني فان دي بيك، إيفان مارتن، وأيضا تيكاكوف وأرناو خرونفيلد دانجوما. هذه الأسماء التي تمثل الفريقين هنا مع ضربة البداية بقيادة الحكم السيد غييرمو كوادرا فرنانديز. ضربة البداية هنا لهذه المواجهة التاريخية العاشرة التي تجمع الفريقين على مستوى بطولة الليغا الإسبانية هنا من خلال هذا الموسم. كرة أولى فيها صافرة موجودة وخطأ لمصلحة إبراهيم دياز، يبدأ اليوم أساسيا في هذه المواجهة. بعض التغييرات التي قام بها كارلو أنشيلوتي، فالفيردي على مقاعد البدلاء يبدأ اليوم في هذه المواجهة بإبراهيم دياز في التشكيلة الأساسية. كرة أولى من جانب مودريتش في الجهة اليسرى، تصل باتجاه رودريغو، جميلة الكرة، المحاولة الأولى، الغارة الهجومية الأولى، بيني عرضية خطيرة ولكنها مرت من أمام الجميع في منتهى الخطورة. فينيسيوس في انطلاقة الأولى ولكن الكرة مرت من أمام الجميع في اللقطة الماضية. لا وقت للانتظار، لا وقت للانتظار. ريال مدريد يحاول، يهاجم، يبادر في الدقائق الأولى. كيليان ينطلق، كيليان يحاول، كيليان خطيرة ولكن الدفاع على طول يتدخل من خلال اللقطة الماضية. لها من بداية فوز أتلتيكو مدريد في هذه الجولة، فوز أيضا لبرشلونة يوم الأمس في جزر الكناري من أمام لاس بالماس. بينما الآن جيرونا يحاول، جيرونا يهدد، دانجوما خطيرة، دانجوما في منطقة الجزاء لكن أيضا التغطية موجودة عن طريق الأمير لوكا مودريتش. كرة تصل في الجهة اليسرى، يلها من بداية لأحداث هذه المواجهة في مواجهات الفريقين السابقة. طبعا لا توجد مباراة انتهت بالتعادل السلبي. كرة إلى خارج الملعب فيها تماس، رمية جانبية لمصلحة ريال مدريد، ينشد الانتصار، الوصول طبعا للنقطة 54 هنا على مستوى بطولة الدوري في هذا الموسم. هنا الانطلاقة لكنها تحولت بعد ذلك إلى خارج الملعب، انطلاقة فينيسيوس عن طريق الجهة اليسرى. كرة ترجع مرة أخرى باتجاه فيني، يحاول فيها فيني هنا في الخلف لمصلحة جيرونا، عادت في وسط الملعب باتجاه لوكا مودريتش، يبحث عن المرور لكنه لا ينجح. هذه محاولة خطيرة، جيرونا قد يفعلها الآن لكن أيضا التغطية على طول موجودة من جانب الدفاع في اللقطة الماضية. ترجع الكرة باتجاه لوكاس فاسكيز لمصلحة ريال مدريد، عودة مرة أخرى نعم في أوروبا كله. اصبر ما بعد شفت شيء، القادم مذهل، القادم مذهل من لوكا مودريتش على طول. نعم كانت من لوكا مودريتش، إذ لم تكن لديك قدرة على المواجهة فحاول الابتعاد. مدفع مدريد هذه المرة كان لوكا مودريتش، استلام بالصدر، لوكا حاطها في الشباك قوية، في الزاوية البعيدة مستحيلة، في 90 مستحيلة، قوية جدا صاروخية، لا تصد يا لوكا. يا له من هدف ويا له من أمير، ينثر سحرة هنا في 40 ويتقدم لمصلحة ريال مدريد. ما يريد المدريدي يدرك، وتجري الرياح بما يشتهيه الملوك، بما تشتهيه سفينة الريال على مستوى دوري أبطال أوروبا، لكن محليا تعثر في الجولة الماضية، جاء من تعادل من أمام فريق أوساسونا في الجولة الماضية. بينما جيرونا الذي لا يشبه أبدا جيرونا الذي شاهدناه وعرفناه في الموسم الماضي، الموسم التاريخي، الموسم الرائع الذي تأهل من خلاله إلى أبطال أوروبا. هذه كرة طويلة ممتازة في انطلاقة هجومية سريعة، جيرونا يحاول هنا
جيرونا في هذه الدقائق الأولى في هذا التوقيت المبكر. قد يفعل جيرونا الآن عن طريق هنا تيخاكوف، يحاول الأوكراني في منطقة الجزاء يرسل كرة عرضية، ولكن أيضا التغطية موجودة بشكل ممتاز في اللقطة الماضية من جانب فيرلو ميندي. تحولت الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ضربة ركنية أولى في المباراة لمصلحة جيرونا. أربع زيارات لجيرونا على مستوى بطولة الليغا الإسبانية هنا في البرنابيو. فاز في مباراة، خسر في مرتين، وتعادل في مباراة واحدة. الضربة الركنية الأولى على يسار تيبو كورتوا، ملعوبة الكرة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء، لكنها تتخلص، ترجع مرة أخرى. محاولة ما زالت قائمة. جيرونا الآن، جيرونا خطيرة هذه الكرة داخل المنطقة. تيبو كورتوا مرة أخرى ينقذ ريال مدريد في الدقائق الأولى. الرجل قد لا يتأخر أيضا، قد لا يتأخر أيضا. فيني يحاول، فيني ينطلق، فيني يتوغل، فيني يمر، فيني يحاول جميلة إلى كيليان خطيرة. الله، كازاريغا، يا لها من لقطة، يا لها من لقطة. من هناك كورتوا، ومن هنا الأرجنتيني غازانيغا. دقائق أولى مشتعلة، دقائق أولى ملتهبة هنا في سانتياغو برنابيو. هذه المحاولة الأولى، هنا الإنقاذ الأول، هنا